السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة أم حسن. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا تعالوا احكي لكم حكاية البصل ده بالطريقة الاقتصادية. تعالوا احكي لكم حكاية الباذنجان ده بالطريقة الاقتصادية. وتعالوا احكي لكم كمان حكاية الزيت بالطريقة الاقتصادية. احنا في آخر الشهر وما عندنا الزيت، نعمل ايه؟ هنقلي بدنجان. هي جت كده ان ربنا اللي موفقها. عشان ايه؟ في بيتك تعمري، في بيتك دبري عشان تعمري. آه، تقلي البطاطس، تقلي البدنجان، تقلي بطاطس، تقلي ده تقلي ده، تقومي ماسكه كده ايه مصفيه هنا. هتقولي ايه معلقه الشطه دي؟ هحكي لك حكايتها دلوقتي. اهي تصفي الزيت كده اهو. بصوا بقى تصفى ازاي. والزيت ده هتقولي لي عايزاه لايه؟ هقول لك زيت الشطه. اوعي تحطي الشطه، اوعي تحطي على الزيت السخن، هتكحي وصدرك هيتعب. اللي بيعمل او اللي بتعمل اهو. شايفين زيت الشطه؟ اوعوا تحطوا وهي سخنه، دي نصيحه يا جماعه عن تجربه. الناس اللي حطت الشطه دي طلعت على صدرهم وتعبوا. الزيت اهو دلوقتي هنعمل بيه ايه؟ عندنا شعريه هنحمرها. هتقولي لي نحمرها ليه؟ هقول لك دلوقتي. بصي، وعندنا ليمون. في حد دلوقتي عنده ليمون اصفر؟ احنا عندنا ليمون اصفر. ليه بقى؟ عشان وهو شغال الليمون الاصفر اهو، شايفين التلج ازاي؟ وهو شغال الليمون الاصفر بقيت اشيل 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 اشيل. اجي بقى استعملها اعمل ايه؟ ميه مغليه احطها في الكوبايه، وتحطي معلقه كده عشان الكوبايه ما يحصلهاش حاجه. المهم تحطي معلقه كده بس، بتحطي ليمونه سليمه. يعني هي اللي حصل بقى ان انا شقيتها، بس هي ما بتشقش يا جماعه، بتتحط سليمه. تبصي تلاقيها اللهم صل على النبي. بصي بسم الله ما شاء الله طريه كده. تعملي بقى ايه؟ تعصري بقى على الليمون، على البدنجان، على اي حاجه. اوعي ترمي القشر، اوعي ترمي القشر. انا قلت لكم كذا مره اوعوا ترموا القشر. ممنوع رمي القشر. القشر ده يا جماعه بيدي ريحه جميله لاي مسحوق غسيل. جميله جميله جميله. وده توم وبصل وتوم وشطه وفلفل سبايسي. وده توم وفلفل رومي بس، عشان في ناس ايه. بصوا انا بحوش القشر ازاي. ده بقى كده ايه، هوزعه كده على اللي هم مش هياكلوا ايه بشطه. هتقولي لي انت مقطعه البدنجانه البوز بتاعها ليه؟ هقول لك دلوقتي. اهو في كده مقطعه البوزه بتاعتها اهي، وفي خلياها ايه بالبوزه بتاعتها عشان اعرفها. اللي هي كده دي اللي من غير بوز هتتعمل بايه؟ بالثوم والفلفل الرومي. واللي هي كده بحالها هتتعمل بده. هنرجع لبعض دلوقتي لموضوع الزيت. الزيت ده يا جماعه ما نرميهوش. ليه بقى؟ اهو هنولع عليه كده اهو، ونحمر في الشعريه. تقولي الشعريه عايزاها ليه؟ هقول لك دلوقتي احنا عايزين الشعريه ليه. هتقولي لي بقى دلوقتي الشعريه الحلاوه والجمال حمرناها شايفين، وايدك فيها عشان ما تغمقش، عشان ما تحمرش من الاحراق. انا هجيبها لك بقى هنا قريبه جنب الاضاءه. بس يعني اللي بيعمل يخلي الحاجه من جوه عشان ارجوكم ما يحصلش حاجه لا قدر الله. في حاجه هتبقى لجوه مش تيجي على البال اللي يعمل. دلوقتي ايه هتقولي لي بتشيلي ليه الشعريه هنا؟ هقول لك دلوقتي. وهاخد معلقتين زيت تاني. هقول لك هنعمل ايه. ابص اخدت شويه شعريه هنا كده على القد. هنا هخلي الشعريه الاخضر. شوفوا دلوقتي هنعمل ايه. الكوبايه لما تيجي تفرغي فيها ميه سخنه تكون فيها معلقه زي ما انا قلت لك، وتخليها في طبق عشان لو حصل لا قدر الله حاجه للكوبايه ما تغرقش الدنيا. خلاص يلا بقى ايه. هناخد هنا ايه شويه زيت. زيت البصل. زيت البصل ده تعملي بيه كل حاجه، بس في الاكله دي كل حاجه يعني ايه تكون عايزه زيت بصل. انا هصفي بقى شويه كده ايه اهو، وهتشوفوا دلوقتي احنا هنعمل ايه. زيت البصل انا هشيل طبعا الحاجه اللي وقعت دي. هاخد زيت هنا عشان دلوقتي هتعوزي هنشوفوا هنعمل بيه ايه. بصوا يا حبايبي الشعريه اهي سلقتها يا جماعه واتشربت وجمالها وحلاوتها. حطي بقى عليها شويه سكر وشويه لبن وحته قشطه وكلي تحليه احلى تحليه. فرحي الولاد يا ولاد يا جمال ويا حلاوه. عايزه نحط عليها ملح براحتك، عايزه سكر ولبن وكده احلى تحليه وموفره موفره. وبقيت شويه الشعريه اللي انا شلتهم اهو بحمر. طفيت بقى ايه النار، ربنا يجرينا من النار عشان التليفون هيفصل.
عايزه الرز ما يلزقش منكم، اللي بيعمل الرز وهو بيتعمل وما يعجنش لازم تتحمر تحميره حلوه وتشوح تشويحه حلوه كده يا جماعه. تمام. وبعدين ايه بقى؟ ده مش اي رز. انتوا هتستغربوا دلوقتي تقولوا ايه ده؟ انت هتعملي كده ليه؟ اقول لكم هعمل كده ليه، بس هتشوفوا دلوقتي. خليكم معايا بس. هاخد بقى شويه دي الصلصه دي عملتها ايه بالتومه، طشيتها بالخل وخليتها هي والخل يدوا يدوا مع بعض، وقمت ايه حاطه التسبيكه عليها اهي. دي بقى بتخلي الرز في حته تانيه، بس ده مش اي رز، ومش اي رز هيتعمل مع حاجه، لا ده تومه وخل وكده. شايفين؟ هتعرفوا دلوقتي الرز ده هعمل بيه ايه. خليكم معايا. بصوا بقى زيت البصل جماله وحلاوته، حطيت عليه برضو منين معلقه من هنا. يا جماله يا حلاوته يا طعامته صراحه. بصوا بقى البصل يا جماعه عملت بيه ايه. زيت البصل حطيت هنا اهو، الشطه بتاعت البصل دي، الشطه بتاعت البصل حطيت ايه على كده ايه ورشرش كده على البصل. وبعدين بقى بعد ما حطيت كنت ضايفه بقى هنا ايه شويه صلصه. اوعي تضيفي هنا بالصلصه، لا وهي بزيت البصل بس. بتخلي البصاره يا جماعه في حته تانيه. والبصاره دي تتعمل وما تخليهاش تتقل، عشان لما تغرفيها وهتتحط في الاطباق هتتقل. في ناس بقى عايزه ايه شطه وكزبره، انا نسيت احط الكزبره هحطها دلوقتي. وناس عايزه الشطه والبصل. شفتوا البصل حطيته ازاي؟ وبقيت البصل يا جماعه هنعمل بيه اكله تانيه برضو، هنرجع مع بعض وهتشوفوا الدنيا فيها ايه. والرز دوت انا حطيت كده ليه معلقه الصلصه ديت شوحته بيها واولع عليه النار واشوح تشويحه حلوه تاني علشان التقه دي، عشان الحركه دي. شفتوا بقى الجمال ده؟ شفتوا الحلاوه دي؟ بصوا هعمل ايه. هنقع دوت المفروض كنت نقعته عشان يبقى في نفس الفيديو، بس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هتشوفوا برضو اما يتنقع. هنقعه دوت، انا بنقعه من بالليل للصبح لايه. اتفرجي بيبقى جميل وطعم وحلو. وبرضو الجمال والحلاوه ده دوت برضو بنقعه من بالليل للصبح. واتفرجوا على جماله وحلاوته يا جماعه، بيبقى حاجه تانية. الحمص الشاي تتحط بقى مع الكشري بقى وتديله. وميه الحمص اوعي ترميها، يا تشربي كوبايه حمص وتضيفي عليها الليمون وجماله وحلاوته والشطه. يا ميه الحمص دي تعملي بيها دقه. هقول لك ليه، هتعرفوا في الفيديو التاني باذن الله. اصل ده الحمص والعدس والرز والصلصه وشطه البصل دي يا جماعه فيديو تاني باذن الله. ان شاء الله هتشوفوا بقى في الفيديو التاني حاجه جميله جدا جدا جدا. بس حطي المعلقه دي من الصلصه بتاعه الثوم والخل يعني، وقلبي بقى وتشوحيه كويس قوي قوي وتسمعي الطشطشه عشان ما يلزقش منك ولا يعجن ويبقى مفرفط مع بعض. واديله معلقه زيت ايه حلوه كده من بتاع إيه زيت البصل. بصي حتى هو بيلمع ازاي وجميل. والجرجير ده بقى الجرجير ده جه دبلان مسكته نضفته وغسلته وقمت حاطاه في مصفى والصف حلو وحطيته في التلاجة. طلعته مرعرع واخضر وزي الفل كده، اللي كان جاي ايه دبلان دبلان دبلان. شفتوا بقى الجمال والحلاوه. انا بحضر يا جماعه يعني البصل اللي انا عملته الكتير ده برضو ليه كذا حاجه هيتعمل بيه، بس انا قلت الزيت او يعني استغل الزيت في البدنجان في البصل في ده في كذا اكله بقى. هيبقى الاكله البصاره، هيبقى الاكله دي بتاعت الفيديو التاني مش هقولها بقى. بس تابعوني يا جماعه لاول مره يشوف قناه ام حسن فضلا منكم يعني وكرما منكم ان تلفوا لفه كده في القناه عندي وتشوفوا يا جماعه. القناه فيها حاجات حلوه قوي والله. الجلاش الحلو والجلاش الحادق والكنافه والحواوشي والبصاره دي عاملاها ازاي يعني. بصوا هتعجبكم ان شاء الله القناه يا جماعه. واحلى تحليه اهي وببلاش شويه شعريه حمرتهم وخدت شويه للرز. وهتقولي حتى في الرز ليه ده انت بتحطي شعريه كتير في الرز. الشعريه قد الرز يعني بحط كوبايه رز احط كوبايتين شعريه. هتعرفوا ليه بس في الفيديو التاني باذن الله هتعرفوا ليه. انا عملت هنا رز شعريه قل وخدت الشعريه هنا ليه هتعرفوا باذن الله. بس تابعوني يا جماعه وخليكم معايا. اللي الناس شكرا للقنوات اللي اتضافت عندي وشكرا اللي بيدعموني والقنوات اللي بتدعمني. يا رب قنواتكم كلها تبقى كل اللي بيدعمني يا رب قناته تبقى توصل زي ما هو عايز وزياده يا رب العالمين. والنجاح لنجاح لينا كلنا يا رب.
اقول لكم ايه، ربنا يخليكم، شكرا على التعليقات الجميله والتوجيهات اللي بيوجه لي الحاجه، لا اعملي كذا يا ام حسن، تعملي كذا ان شاء الله. وبقول لكم ايه، وفري ودبري وبيتك تعمري. حبه زيت عملنا كذا اكله. شوفوا الفيديو ركزوا فيه واعرفوا ازاي توفروا يا جماعه. وفري ودبري وبيتك تعمري ان شاء الله. بيتنا كلها تعمر باذن الله يا رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. خلوا بالكم الشعريه دي هيتعمل بها فيديو، والرز ده هيتعمل بيه فيديو، والصلصه دي بتاعت التومه والخل هيتعمل بها فيديو، والشطه دي هيتعمل بها فيديو اهو، والعدس لما يتنقع، والحمص. انا اكيد 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 انتوا فهمتوا يا جماعه. الفيديو الجاي هيبقى ايه، بس في تكات وحركات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.